السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة انا ناوية اوصل معلومة للناس اللي لسه مخلصة ثانوية عامة. بس ان شاء الله افيدكم بيها. لان انا كنت طالبة في ثانوية عامة من 3 سنين، فان شاء الله ان شاء الله اقدر افيدكم بالمعلومة دي، ويا ريت تفهموها وتركزوا فيها عشان بجد هتستفادوا منها قوي، وان شاء الله افيدكم بيها. بس بوصلوا الفيديو لاعلى حاجة من اللايكات، واشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس. طبعا النهاردة عايزة اقول مبروك للناس اللي نجحت، والناس اللي جابت مجموعة بمجهودها ربنا يوفقها يا رب، والناس اللي ربنا ما قررتش ان هي تجيب مجموع. صدقوني ما تزعلوش، انتوا ما تعرفوش نصيبكم فين، ما تعرفوش ان ده خير ليكم، ممكن يكون خير ليكم، مش ممكن، لا ده ان شاء الله اكيد ان ده خير ليكم. ربنا ما بيعملش، او ربنا ما بيكتب لناش عموما حاجة وحشة في الحياة. بالعكس خالص، الثانوية العامة مش مصيرك، الثانوية العامة مش نهاية حياتك، اللي هو خلاص انا ما جبتش مجموع في الثانوية العامة يبقى خلاص، لا ده انا كده فاشل، احطم نفسي، اعمل لا لا خالص. خلاص اللي جاب مجموعة في الثانوية العامة ربنا يوفقه خلاص. بس في ناس ممكن تجيب مجموعة في الثانوية العامة وفي الكلية ربنا ما يوفقهاش، تفضل تعيد سنة ورا اتنين ورا تلاتة ورا أربعة وربنا ما يوفقهاش فيها. طيب دلوقتي انا يا هدى ما جبتش مجموع، انا كنت زيكم من 3 سنين. ما جبتش مجموع، بس انا كان اول نظام اللي هو نظام التابلت. جبت 60%، وما كنتش متوقعة بقى اللي هو اجيب 60%، وكان زعل. زي ما قلت لكم، هو انا زعلت وضايقت قوي ان انا ما جبتش مجموع، بس قلت الحمد لله على كل حال. الحمد لله ان ربنا وفقني، الحمد لله ان انا بخير، وان انا كملت نهاية مسيرة الثانوية العامة للآخر. آه، في حاجة عايزة أوصلها لكم، مفيش حاجة اسمها كلية قمة، مفيش حاجة اسمها كلية قمة. احنا اللي عملنا المصطلح ده. معلش، الطبيب مش هيعرف يشتغل لو مفيش مهندس، المهندس مش هيبقى موجود لو مفيش طبيب. هما دول بس اللي مش هيبقوا في الحياة، لا، في مهندس، في طبيب، في دكتور، في محاسب، في اخصائي اجتماعي، في مدرس تربية رياضية، اللي هو المدرس عموما اللي هو بيقول عليه مدرس العاب. في حاجات كتيرة قوي، كلنا بنساعد بعضينا. محدش هيعرف يعيش من غير التاني. انا كمهندس مش هعرف اعيش من غير الطبيب، الطبيب اكيد بيبقى عنده مشاكل، الاخصائي الاجتماعي ده ممكن يحل المشكله بتاعته. آه، صدقوني انا مش عارفه اوصل لكم المعلومات بالظبط، بس الثانويه العامه اللي قالك ان دي نهايه مصير دراستك، وان انت خلاص بقى ان انت ثانويه عامه تدخلها وتجيب مجموع، ولما تجيب مجموع تدخل كليه حلوه يبقى خلاص بقى مش هيكون معاكم، لا. دلوقتي انا دخلت الثانويه العامه وما جبتش مجموع، هل كده اقف؟ هل كده ما كملش دراسه؟ ده انا اكمل دراسه، انجح في الكليه اللي دخلتها، اتحدى الناس اللي قالوا لي انتي فاشله. انا الكلام ده كان بيتقال لي، والله انا الكلام ده كان بيتقال لي، انتي واحده فاشله، انتي وانتي 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 وانتي. زي ما قلت لكم، والله والله انا اتقال لي الكلام ده، بس انا الحمد لله ربنا موفقني في الكليه على قد ما انا بقدر، احاول ابذل اكتر مجهود فيها، وابين للناس قد ايه الشخصيه اللي انتوا قلتوا عليها في ثانويه عامه فاشله بقت ايه وانتوا بقيتوا ايه. انا دخلت كليه خدمه اجتماعيه. اللي معرفش ايه هي كليه خدمه اجتماعيه يسمع الفيديو ده، وان شاء الله اقدر افيده بيها عشان لو دخلها. كليه خدمه اجتماعيه دي فيها معهد متوسط وفيها معهد عالي. المعهد العالي ده هو كليه خدمه اجتماعيه، بس في اسكندريه اول حاجه اتعملت كانت المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه، وفي برضو محافظات فيها معهد عالي، وفي محافظات فيها كليه. طب الاتنين بيبقى معانا بكالوريوس، تمام كده. بس المعهد المتوسط ده بيبقى معانا دبلوم، ملناش دعوه بيه خالص. هبقى افهمكم نبذه عنه في الاخر. طيب انا دلوقتي دخلت المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه او كليه خدمه اجتماعيه، كده انا فاشل؟ لا،
اللي يقول لك كده قول له مالكش دعوه، مالكش دعوه. او اقول لك حاجه، قول له هنشوف انا مصيري ايه وانت مصيرك ايه. مين فينا الشاطر اللي هيعرف يواجه مصيره ويكمل تعليمه للاخر وينجح فيه بس. طيب ايه خدمة اجتماعية دي؟ كلية خدمة اجتماعية بنطلع اخدين بكالوريوس عشان هي كلية ليها شقين، نظري وعلمي. في مواد نظرية وفي مواد علمية. طيب المواد العلمية من ضمن كلية خدمة اجتماعية مادة اسمها الزيارات، ودي انت بتاخدها في اولى كلية، ولما بتدخل تانية كلية بتدخل تدريب. التدريب الميداني ده بيبقى ورش في تانية كلية. وتالتة بتنزل مؤسسات على أرض الواقع، زي مدرسة، مستشفى، ضمان اجتماعي، سجن، اللي هو الأحداث يعني عموما، دار رعاية الأيتام، رعاية شباب، أي مهني أيا كان. تمام، ده في تالتة ورابعة. طب عشان كده فيها مواد علمية بالظبط، فيها مادة الإحصاء، مادة علمية. انا مش متذكره قوي كل المواد لان انا الحمد لله داخله رابعه كليه. زي ما قلت لكم انا اتحديت ناس كتيره اتقال لي انتي مش هتنجحي في حياتك. انا الحمد لله والشكر لله ربنا وقف معايا على قد ما انا بتعب. والله انا اكتر سنه تعبت فيها كانت سنه تالتة. حرفيا كانت سنه متعبه قوي. تعبت في صحي ونفسي. مش عارفه اقول لكم، انا كنت بسمع كلام بيزعلني قوي. النفسي اثر على الصحي عندي، بس الحمد لله والشكر لله بقول ان انا كويس ان ربنا مديني حمل وطاقه لحد الوقت اللي انا فيه دلوقتي ده. بس زي ما قلت لكم خلينا ما نخرجش من موضوعنا. بتدرس مواد اسمها صحه نفسيه، ماده اسمها اقتصاد، ماده اسمها علم نفس، ماده اسمها علم اجتماع. بتدرس اساسيات العمل مع فرد، جماعه، مجتمع. ده اهم حاجه في خدمه اجتماعيه، ان انت بتدرس فرد، جماعه، مجتمع، كاساسيات، كنظريات، كنماذج. بتدرس مواد صحه نفسيه. بتدرس برضو، انا بفتكر المواد بقولها لكم، لا اله الا الله. بتدرس مواد للمجتمعات زي ما قلت لكم، بس انا زي ما قلت لكم مش متذكره كل المواد. بتدرس في اول سنتين ماده شبه الانجليش اسمها نصوص اجنبيه، بس ما فيهاش بقى اللي هي الجرامر والحاجات دي، لا خالص. هو بتدرس زي كلمات، تحفظ مقاطع كده. خدمه اجتماعيه شغالين طبعا بالام سي كيو. هي كليه سهله مش صعبه، بس مش سهله ان انت تنجح فيها وتعدي فيها زي ما بيتقال. لا، في ناس بيجيبوا عدد مقبول. احنا مناش مش عايزين، بص ربنا يوفقهم في حياتهم، ممكن يكون دول ملهمش هدف، بس احنا عايزين من الناس اللي بيجيبوا تقديرات. عايزين بعد في ناس عايزين يعملوا زي ما قلت لكم ربنا ما وفقهاش في ثانويه عامه، عايزين يعملوا ماجستير، يعملوا دكتوراه فيها، تبقى دكتور في الجامعه. عشان كده بقول لكم مصيركم مش هيتوقف عند الثانويه العامه، صدقوني. حياتكم، الشاطر اللي ينجح في حياته مش ينجح في الثانويه العامه خالص. في ناس زي ما بتقال في كليه قمه قاعدين بعد شهادتهم، فصدقوني ربنا مقسمها، محدش يعرف الخير فين. انا كنت بشرح لحد كان زعلان قوي، بيقول انا هقول لكم موقفه. كان بيقول انا للاسف جايب مجموع وحش. هو انت كده حياتك اتوقفت؟ خلاص بقى جايب مجموع وحش اكتئب وازعل قلت له مثال صغير. انا دلوقتي ماشي في طريق عايز اروح مكان معين، المكان المعين اهو، انا مش عارفه المكان المعين اهو، في طريق او الطريق اهو مثلا، يعني انا عايزه مثلا اخلي مسافه ايدي صغيره،
اهو مثلا شايفين المسافة من هنا لهنا غير المسافة من هنا لهنا. في طريق هيوصل لي المسافة بسرعة اهو، وفي طريق هيوصل لي المسافة اقصر، اطول اقصد، ده اقصر وده اطول. هعمل ايه؟ واحد هيقول لي انا هتعب نفسي ليه؟ بدخل المسافة الاقصر. في المسافة الاقصر ممكن تلاقي صعوبات، ممكن تلاقي عقوبات تعدي عليك، ممكن يحصل لك مشاكل في الشارع ده. المسافة الاطول ممكن تلاقي موقف حلو قوي، ممكن تلاقي الشارع ده فيه ورد، ممكن تلاقي الشارع ده مليان شوك. قصدي ان انت متعرفش مصيرك او طريقك الصح، ربنا هو اللي يعرفه. انت راسم حاجة تانية خالص، انا عايز اروح من الطريق الاقصر عشان ده هيوصلني بسرعة، بس ربنا كاتب لك ان الرصيف الاطول هيوصلك على احسن حال. فصدقوني مش نهاية مصيركم خالص الثانوية العامة. اي حد عايز يعرف اي حاجة بخصوص خدمة اجتماعية يقول كومنتات وانا هقول. طب دلوقتي احنا اتكلمنا عن خدمة اجتماعية، فاكرين في اول فيديو لما قلت لكم هقول لكم عن معهد غير المعهد العالي؟ المعهد المتوسط ده للبنات 2 سنين، لو جبت تقدير فيه بنتي تدخلي المعهد العالي من سنة 3، تبقى دراسات تكميلية. فزي ما قلت لكم ان ربنا مش هيقف حياتكم خالص، اسيبوها على ربنا واحمدوا ربكم وادعوا كتير، وصدقوني ربنا كاتب الاحسن لينا والخير لينا. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.